بنرحب بكل متابعي قناة كلمات، فأهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة عن الجاحظ، واللي بيعتبر من أحد رواد الثقافة العربية. هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري، سمي بالجاحظ لبروز ظاهر في عينيه. عرف الجاحظ بشدة نهمه في طلب العلم والمعرفة. ولد سنة 159 هجرية بحسب بعض المؤرخين، وعاش أكتر من 90 سنة عاصر فيهم عدد من الخلفاء العباسيين. ولد الجاحظ في البصرة، كان معروف بخفة الروح والفكاهة. كان فقيرا، حيث كان يبيع السمك والخبز بالنهار، ويقوم باستئجار دكاكين الوراقين ليلا ويبيت فيها للقراءة والمطالعة. بدأ في طلب العلم في سن مبكرة، فحفظ القرآن وتعلم مبادئ اللغة. نشأ الجاحظ في عصر ازدهرت فيه كافة العلوم العربية والإسلامية، كما كان مطلع على الثقافات الغير عربية كالفارسية واليونانية والهندية عن طريق قراءة الأعمال المترجمة. كان الجاحظ موسوعة تمشي على قدمين، وتعتبر كتبه دائرة معارف لزمانه، حيث كتب في كل شيء. فكتب في علم الكلام والأدب والسياسة والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان، وقد كتب حوالي 350 كتاب في كل فروع المعرفة. فاستحق الجاحظ مكانه المميز في تاريخ الثقافة العربية. من أشهر مؤلفات الجاحظ كتاب البخلاء، كتاب الحيوان، كتاب البيان والتبيين، وكتاب الرسائل. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.